وجدت مقطع للبوطي يتكلم فيه عن مسألة التأويل، ولماذا يؤول الأشاعرة وما الغاية من تأويله، وسأعرض لك بعض أقواله الآن وأعلق عليها واحكم أنت بنفسك. العقيدة الإسلامية تضطرنا إلى تأويلها، واضح كيف؟ مثلا ضحك ربكم الليلة من فعالكما، هذا حديث البخاري. نعم. طيب نضطر إلى أن نفسر الضحك بأنه رضي. معنى كلام البوطي باختصار أنه قال نحن مضطرون للتأويل، والسؤال ما الذي يضطرك للتأويل؟ إن كان نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنت نزهت رب العالمين من كلام نبيه، وإن كان ما يضطرك هو تصورك أنت فأنت تنزهه من تصورك أنت، وإن كان المخالف هو من اضطرك للتأويل يلزم أن المخالف قد اضطرك لخلاف ما تعتقد، والحقيقة هم ينزهون الله سبحانه من تصوراتهم هم. والدليل انظر لهذه اللقطة حتى تعلم بأنهم جسموا رب العالمين وشبهوه بالبشر ثم يحاولون تنزيهه من تشبيههم، يعني هم المجسمة. فهنالك كلمات محل اجتهاد، مثلا كل شيء هالك إلا وجهه. نعم. لا يتأتى أن تقول وجه الله هو الذي لا يهلك والبقية يهلك. هذا يتخيل بأن رب العالمين هكذا يشبه البوطي، ويتخيل بأنه يفنى جسده ويبقى وجهه عياذا بالله. هذا هو إله الأشاعرة، ثم يحاولون تنزيهه من فهمهم السقيم فيحرفون النصوص. أول ما هو قابل للتأويل لكن اجتهادا. هنا البوطي يقر بأن عقيدتهم قائمة على الاجتهاد لا على اليقين، وأيضا يجعلون الاجتهاد في الاعتقاد، وهو في الحقيقة اسمه تقديم العقل على النقل. قدموا عقولهم على النصوص، وجدوا النص لا يوافق عقولهم فقدموا عقولهم على النص. هذه هي القصة. وأيضا هل مسائل الصفات عليها دليل صحيح؟ هل عليها نص؟ إن كان يوجد دليل صحيح بطل اجتهادكم فلا اجتهاد مع النص، وإن كان لا يوجد دليل صحيح صريح فعقيدتكم تقوم دون دليل صحيح. ما هي الغاية من تأويل الأشاعرة؟ إن قالوا بأن الغاية هي تنزيه رب العالمين من كلام أهل البدع المجسمة الذين لا يؤولون طبعا، إذن قبل ظهور أهل البدع كان الأشاعرة مثل أهل البدع لا يؤولون، وإن كانوا يؤولون قبل ظهور أهل البدع فقد كانوا ينزهون رب العالمين من تجسيمهم هم. وهنا البوطي يقول كلمة خطيرة جدا جدا جدا. ولو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في هذا العصر ووجدوا ما نرى لدفعهم هذا الشيء الذي نراه إلى مثل ما نقول من ضرورة التأويل. يقول بأن الصحابة رضي الله عنهم لو كانوا في زماننا لأولوا، وهذا يعني بأن الصحابة لم يكونوا على اعتقاد الأشاعرة، والنبي يقول ما أنا عليه وأصحابي، فكيف تأتي أنت وتؤول وتسميه اجتهاد ثم تدعي بأنك على اعتقاد السلف؟ ونحن نقول بأننا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنتم مع أصحابكم الروافض والإباضية والمعتزلة.